بصوا مش هضحك عليكم خالص ولا احكي لكم فيلم هندي، بس الكلام ده حصل بجد. المكان ده عزمني من 4 شهور ان انا احضر الاوبننج بتاعه، وانا للاسف ما عرفتش اروح. فبالصدفه وانا رايح لواحد صاحبي لقيت المكان واسمه كمان عشان مميز قوي، فانا افتكرته. فقلت بقى ده نصيب، صدفه، قول زي ما انت عايز تقول. فركنت ودخلت، للاسف لقيته فاضي. مش عارف بقى فاضي عشان رمضان ولا الدنيا مش شغاله قوي. فانا كده كده هصور. فشوفوا بقى جبت ايه وايه الحاجات اللي عجبتني وايه اللي جامد وايه اللي عادي واي كلام. يلا بينا. المكان اسمه موقف 13. عجبني قوي الديزاين بتاع الكيوسك. المنيو عندهم مش كبير، حواوشي وكبده وسجق وفراخ. بعد ما طلبت الاوردر عرفت خبر وحش قوي. المكان ده للاسف هيقفل الشهر الجاي، بس انا بحاول ان الفيديو ده ان شاء الله يخليه يكمل، فرب يكون سبب بسيط قوي ان هو يكمل. فيلا بينا اقول لكم على موقف 13 في زايد فاصل الدهشور. قلت اسخن كده بممبار، شويه ممبار سخنين كده. يلا بينا بسم الله. ممبار بيتي مقرمش، التتبيله بتاعت الرز سبايسي شويه، ده الصراحه بالنسبه لي ممبار حلو. نخش على الحواوشي، كميه اللحمه كويسه. يلا بسم الله. حواوشي ما فيهوش حوارات، عيش مقرمش، كميه اللحمه اللي هو مظبوطه، تتبيلتها مش اوفر، هاديه قوي الصراحه، فتمام يعني مش سبايسي. لو سبايسي هيبقى جامد، بس هو ايه يراضي كل الاذواق، فبالنسبه لي تمام. نغرق كده في الطحينه، بتظبط اي حاجه الطحينه دي والله. نركن بقى الكلام ده. هوب، كبده، سجق، شاورما لحمه، كبده برد. نخش بقى على الكبده الاسكندراني، العيش فريش، كميه الكبده اللي جوه الساندوتش كتيره. بسم الله. الكبده خطيره، لا الكبده حلوه قوي. الكبده دي تستاهل ايه بقى؟ عصره ليمون. لا الكبده ولا كلمه. نخش بقى على السجق، كميه الفيلنج اللي جوه الساندوتش، السجق كتير قوي الصراحه. بسم الله. تتبيله السجق والخلطه بقى بتاعت الفلفل والبصل بقى والكلام ده كله، لا حلوه قوي 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 قوي. لا السجق خطير. ده بقى ساندوتش كبده برده في عيش بلدي زي ما انتم شايفين، قطعتين كده كبده. هو الساندوتش حلو بس العيش كتير، يعني كميه الايه كبده برده هم بس ايه قطعتين صغيرين. انا بالنسبه لي زودوا قطعتين تانيين عشان يبقى حجم الرغيف تمام، تبقى حلوه، يعني يبقى في بالانس ما بين الاثنين. بس هي الكبده برده لوحدها طعمها حلو، بس يكتروها في الساندوتش. عيش فريش وكواليتي الانجريدينتس اللي جوه الساندوتش من السجق والكبده، حتى الكبده برده طعمها حلو قوي الصراحه. لا الصراحه انا لحد دلوقتي انا مبسوط قوي. شاورما لحمه، كميه فيلنج مش طبيعيه، والعيش برده فريش. عارفين شاورما اللحمه اللي بتتعمل في البيت، حته لحمه متقطعه عليها بصل في البيت كده متشوحه مظبوط، هي شاورما لحمه بيتي حلوه الصراحه، والعيش فريش فتمام ما عنديش مشكله معاها. بس بالنسبه لي الكبده والسجق والكبده برده اختراع. نخش بقى على شيش طاووق، شايفين كميه الفيلنج اللي جوه الساندوتش؟ الصراحه كل السندوتشات الكميه اللي جوه الساندوتش كتيره قوي. العيش هنا مختلف عن الايه العيش اللي فيه كبده والسجق. يلا بينا بسم الله. ومايونيز كده في الوش. فراخ متبله مظبوط، يعني تتبيلتها ولا اوفر ولا حاجه، مظبوطه الصراحه. ساندوتش شيش طاووق تمام. فمن الاخر بقى موقف 13 بيعمل كبده وسجق صراحه بالنسبه لي تحفه والله العظيم. ساندوتش الكبده الاسكندراني زي ما الكتاب بيقول، والسجق الخلطه بتاعته حلوه قوي 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 ومميزه، والشاورما اللحمه شاورما بيتي صراحه بالنسبه لي حرام المكان ده يقفل. مكان عنده كواليتي حلو، اسعاره كمان حلوه قوي، والتيست بتاعه مختلف وجامد. وعنوانه بالتفصيل في وصل الدهشور، مدخل زايد 3، قدامه فليشز والناحيه الثانيه ماكدونالدز، يعني لوكيشن عالمي. فالمكان ده حرفيا يستاهل السبورت، يستاهل انك تيجي، يستاهل الترابيزات الفاضيه دي كلها تتملي ان شاء الله. فشير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وافضل ولا كل فيديو ان شاء الله حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.